عنيد كوالده. يعني أنا أختلف معه في قصة أنه يحتاج وقت. أعتقد يعني أن الوقت ليس في صالح بشار الأسد ولا في صالح النظام السوري. أنا في تقديري يجب أن يتحركوا بسرعة. قصة ندرس إلغاء حالة الطوارئ، ندرس قانون الإعلام، ندرس قانون اللي هي الحريات والتعددية السياسية، ندرس ما بيصيرش. يعني بمعنى يا أخي، طب لماذا لم يدرسوا تعديل الدستور لما تولى الرئيس بشار الأسد السلطة؟ لماذا عدل الدستور في ربع ساعة بينما قانون الطوارئ يحتاج إلى شهرين وثلاثة وأربعة وخمسة دراسة؟ لماذا لا يلغوا حالة الطوارئ فورا وهم عدلوا الدستور وخسروا سن الرئاسة في ربع ساعة وتسقيط مجلس الشعب؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال أستاذ عبد الباري اقتباسا من مقالة لباتريك سيل قرأتها له، يقول إن بشار يرفض أن يوضع تحت الضغط كما والده. بس أرد على هاي بنقطة مثلا. يا أخي أنا أتمنى، يعني أنا لست مغرما بالنظام الملكي في المغرب ولست مغرما بالنظام السلطان قابوس في عمان. يا أخي الملك المغرب فورا قال سنعدل الدستور، سنغير الأسلوب القديم، سنبدأ صفحة جديدة، وبدأت عملية التغيير. نختلف معها أو نتفق هذا أمر آخر، يعني لست خبيرا بشؤون المغرب. في عمان الرئيس السلطان قابوس فصل 2 من مستشارين وخلق 50,000 وظيفة وأسقط الوزارة وعدل الدستور. يعني مش عيب أن يستجيب القائد لمطالب شعبه، مش عيب أن يعند ويقول لا أنهم بيضغطوا علي أنا لن أستجيب تحت الضغط. لا يا أخي، يجب أن يستجيب تحت الضغط. بالنسبة للطائفية، بس آخر شيء بس في هذا الموضوع، يا أخي هذه الطائفية نعمة. يعني لما تكون في تعددية في البلد هذه نعمة وليست نقمة. لماذا نحن نكره هذه التعددية الإثنية أو التعددية العرقية في بلادنا؟ يا أخي في الولايات المتحدة الأمريكية كلها متعددة، في أسمر وأخضر وأبيض وأحمر، في مسيحي ومسلم ويهودي. يعني بس ما هو الحكم اللي هو القانون، حكم القانون اللي هو الديمقراطية اللي هي المساواة اللي هي العدالة. هذا الشيء لازم، هذا اللي بدنا إياه في سوريا وبدنا إياه في السعودية وبدنا إياه في مصر وبدنا إياه في اليمن وبدنا إياه في كل الدول العربية. أعود